انا نقطه ضعف الفطير، والله. مش وقته حالا. سوسته دي فاضيه. سوسته مش عاجبني خالص الفتره دي، مش عارفه ماله. الصدق فين يا ابني؟ طب بقول لك ايه، وبالنسبه لدي يعني ايه يا جماعه ماله النهارده؟ مية مية. هبهركم. انا عن نفسي من عشاق الفطير، يعني عندي استعداد اكل فطير محشي كل يوم. الشيف قالت ان اللي هيجربها مش هيحس باختلاف بينها وبين الفطير، وانا بقى ايه معلمه فطير، فتعالوا ندوقها ونجرب ونشوف. وانا على فكره متفائله الفتره دي، لو واخدين بالكم يعني التجارب الحمد لله يعني بتبهركم، صح ولا ايه؟ يلا بينا. عملنا صدق كذا مره قبل كده، وسريعا يعني نزلته في الطاسه، شوحته ونزلت عليه بالخضار، قلبتهم مع بعض. ما بياخدش دقايق كتير على النار، وما بحطش اي بهارات لان انا بالنسبه لي هو فيه بهارات كفايه، ومن غير اي ماده دهنيه برضه لانه بينزل دهون. جبنا العيش السوري اهو. هنحتاج واحده الاول، ربنا يستر. بصوا هنجيبها كده ماشي، نحط الحشوه بتاعتنا هنا زي ما شفناها يعني، ولا ممكن نحط حبه كمان ماشي كده. نحط شويه جبنه، شويه جبنه كمان. حطوا بقى الجبن اللي انتوا بتحبوها يعني. بعد كده هنقفل كده، وبعد كده نقفل كده، وبعد كده كده، وبعد كده كده. مش عارفه ليه طالعه معانا كيوت يعني، مش كبيره. وبعدين نجيب واحد تاني نعمل كده، نقفل كده، نقفل كده يعني. بعد كده نقلبها. بصوا هتطلع في الاخر هي يعني ماشي، ونفتحها كده ماشي، وبعدين نعملها كده، وبعدين بقى ايه ندهن هنا جوه سمنه ماشي اهو. اوكي اهو. نقفل تاني، نخليها كده، وبعدين برضو لما نقفل دي فوقيها نخليها بس كده شويه. لما نقفل دي كده فوقيها نحط برضو سمنه الاطراف كده. بصوا انا يعني يا رب اكون فاكره الطريقه صح. بصوا هي يعني انا عامله كل حاجه صح، يعني ممكن تختلف التطبيقه شويه بتاع، بس ان شاء الله ايه تبقى هي بالظبط. حطينا برضو سمنه هنا بقى الاطراف دي كده، وننزل بيها على جريلا بقى ايه سخنه. هعمل بقى واحده تانية بكميه صدوق اللي عندي، بس بيتهيألي مش هتحتاج طبقتين يعني. انا هجرب اعملها طبقه واحده لان الحشو مش كتير. بيتهيألي بقى ممكن ندلع ونحط موتزاريلا هنا الاول كده قبل الحشو. انتوا عارفين اني بحب احط التاتش بتاعي طبعا. بعد كده ننزل بالصدوق ده كله. بحب قوي كمان الصدوق ده يا جماعه، او السجق يعني عشان الناس اللي بتستغرب. اخر شويه موتزاريلا كده، مش عارفه سوسته مسترخص ليه كده وجايب لنا موتزاريلا صغيره. ونقفل كده ايه، مش هنحط بقى واحد تاني فوقيه لان بتاعي ده مفيش كميه كبيره يعني. نحط بس السمنه، نحط في الاطراف سمنه. ممكن حد يفكرني مكتره سمنه، لكن لا هو بتاعي كده كويس. ان شاء الله التجربه كللها بالنجاح ماشي كده. احنا عملنا 2 اهم، وادي اللي عملناه في الاول ده زي الفيديو بالظبط. تعالوا بقى ايه نشوف هيطلع ايه بعد ما الطاسه تسخن كويس وننزل بيها كده. سامعين الصوت ده؟ بيتهيألي تنفع اي حاجه بقى موجوده عندنا في البيت نحشيها ونعملها، مش لازم تبقى صدق او لحمه او كده. ممكن مشكل جبن، تونه، الحاجات دي. تعالوا بقى نقلبها ونشوف كده. لا دي حمرت كمان، ما خدتش دقيقتين على النار. بصوا الصوت ده، انا متفائله. بصوا تعالوا نقلبها، ما خدتش وقت طويل. بصوا برضو حمرت وبقت هشه كده وتحفه. بتهيألي كده جاهزه وحلوه قوي. تعالوا بقى ايه نطلعها، تعالوا بقى نقطعها ونكتشف الجمال اللي احنا عاملينه. بصراحه هي صوتها كده ايه كرانشي ويفتح النفس. لا هي شكلها من جوه فطير. تعالوا بقى ندوق ونشوف. تحفه، لازم تجربوها لازم. كوتا، ايوه يا ماما لحظه واحده يا كوتا. حاضر بس ثواني اخلص الفيديو. انت يا بنت تعالى يا يوسف، خد الفطيره بتاعتك، اختك عملتها لك انت كمان. هات كل واحد باسمه، قرف ده. ايوه يا ماما ايوه، انا بس بخلص الفيديو كنت جاي حاجه على طول والله. مش بناديكي تسيبي اللي في ايدك وتجيني؟ امك اهم من اي حد. طبعا يا ماما اموريني. طيب اموريني بس عشان اخلص الاكل هيبرد. هاتي تليفونك لما كان خالتك اسال عليه. طب اخلص الاول عشان بصور الفيديو. استنى خالتك ما تستناش، هاتي التليفون. حاضر ثانيه واحده اجيب التليفون. الو ايوه يا حبيبتي عامله ايه؟
الله يخليكي تعيشي. الله جاي في وقته. ماشي حبيبتي، يلا خدي، مش عايزه منك حاجه. اخيرا. لا جميله جميله يعني. يا كوتا، مين اللي عامل الاكله الحلوه دي؟ لا الله ينور عليكي بصراحه، مية مية بجد يعني، ابهرتيني. الف هنا بابا. اعملي لنا العشاء بقى انت، ها. الف هنا.